إني متعب للغاية. كل الناس المحيطة بي حققوا نجاحات كبيرة، أما أنا فما زلت في نفس المكان. أريد النجاح لكن لا أعرف كم سيستغرق الأمر من الوقت. إني أحتاج للمال وأريد الربح بأقصى سرعة ممكنة. لقد جربت عدة طرق ولا واحدة منها نجحت. لقد أخبروني أن الأمر سهل ولن يحتاج لكثير من الوقت. لماذا هم يحققون أرباحا مهمة أما أنا فلا؟ هل من استراتيجية أطبقها حتى أربح بسرعة؟ الكثير من الأسئلة، الكثير من الشكوك، والكثير من الإحباط. في هذا الفيديو سأخبرك بالسر الذي يفتقده الكثير من شباب اليوم. لن أجاملك، وممكن الكلام الذي ستسمعه لن يعجبك، لكن مع ذلك سأقوله، لأن الغاية الأساسية من إنشاء هذه القناة أن نساعد الناس على إدراك الحقيقة من دون مكياج ولا خداع. صديقي العزيز، النجاح لن يأتي بالسرعة التي تتوقعها. يخبرونك أن عليك أن تتعب وتجتهد وتثابر. صحيح، هذه الأشياء مهمة، لكن المعادلة لن تكتمل من دون ما نذكر سر مهم من أسرار النجاح، ألا وهو الصبر. مفتاح القوة هو الصبر، مفتاح النجاح هو الصبر. تحتاج للصبر حتى تنمو الأشياء، تحتاج للصبر حتى تصنع لنفسك قصة نجاح، تحتاج للصبر حتى تفهم الحياة وتحدياتها. لذلك إذا أردت أن تحترف شيئا احترف فن الصبر، لأن من دونه لن تحقق أي شيء ولن تصل لأي مكان. الأمر يا صديقي يأخذ الكثير من الوقت. النتيجة لن تحدث بين عشية وضحاها، والنجاح الذي ترجوه لن يتحقق بعد أول أسبوع أو أول شهر. قد يأخذ الأمر أشهر طويلة وسنوات من العمل والاجتهاد والاستمرارية حتى تصل لمبتغاك بعون من الله. تريد تعلم مجال جديد، الأمر يتطلب الكثير من الجهد والصبر. تريد تعلم لغة جديدة، الأمر يتطلب الكثير من الوقت والصبر أيضا. تريد جسد رياضي، الأمر يتطلب الكثير من التضحيات والصبر. تطمح أن تستيقظ باكرا كل يوم، الأمر يأخذ الكثير من الصبر. بما أننا تحدثنا عن الاستيقاظ باكرا، الأسبوع الماضي نشرت فيديو غاية في الروعة، كيف تستيقظ مبكرا كل يوم. ستجدون الرابط في صندوق الوصف. الصبر مهم جدا، ما أريد إيصاله لك. عليك أن تتخلص من تلك الفكرة، أريد كل شيء بسرعة، لأنه صدقني كل ما يأتي بسرعة يذهب بسرعة. كل النجاحات العظيمة التي حققها أصحابها أتت بعد عناء طويل، سنوات من الإحباط والشك والتعب. أنت فقط ترى النتائج التي حققوها، أنت لا ترى العوائق والتحديات التي واجهوها أثناء رحلتهم. الرحلة شاقة، لكن صدقني الأمر يستحق. ابدأ بحدود إمكانياتك، اعطي لنفسك المزيد من الوقت، ولا داعي للعجلة. ما دمت تجتهد فاطمئن، ستنجح بإذن الله. إذا أعجبك المحتوى الذي نقدمه لا تنسى الاشتراك في القناة، وأعدك بكثير من الإبداع في قادم الأيام. عائلتنا ما زالت صغيرة، لكن نحن نعلم يقينا أن الأمر يحتاج لكثير من الوقت والصبر حتى نصل لمبتغانا. الله المعين.